مين كان يتخيل ان دلوقتي عدى 4 سنين على البلاي ستيشن 5؟ 2020 لسه لحد دلوقتي كأنها السنة اللي فاتت، بس احنا دلوقتي في 2024 ودلوقتي بقى في بلاي ستيشن جديد، البي اس 5 برو. والنهارده هنتكلم عنه وايه الجديد اللي فيه ونقارنه بالبي اس 5 العادي. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه لازم تعرفها عن البلاي ستيشن 5 برو انه بيجي نسخه واحده بس وهي الديجيتال اديشن، والبوكس بتاعه بيجي فيه كابل الباور وكابل يو اس بي سي وكابل اتش دي ام اي 2.1 والديوال سنس كنترولر. ولو عايز تركب له ديسك درايف ده تقدر تشتريه لوحده، ونفس الديسك درايف اللي بيركب على البي اس 5 سليم هو اللي تقدر تركبه على البي اس 5 برو. لما نتكلم على شكل جهاز البي اس 5 برو هنلاقي انه واخد نفس فلسفه تصميم البي اس 5 عامه، بس هنلاقي ان شكله اقرب للبي اس 5 سليم من البي اس 5 العادي. هنلاقي ان حجمه اصغر ووزنه اقل، وهنلاقي كمان انه بيتكون من 4 بليتس مش زي البي اس 5 العادي بيتكون من 2 بليتس بس. وهنلاقي ان فرق التصميم ما بين البي اس 5 برو والبي اس 5 سليم بس في الثلاث ريش اللي في الجنب دول، والثلاث ريش دول ما لهمش اي وظيفه، دول بس شكل مش اكتر عشان يفرقوا ما بين تصميم البرو وما بين تصميم السليم. بس انا صراحه اول ما شفت الثلاث ريش دول ضحكت، لانهم فكروني بشركه احذيه وملابس رياضيه مشهوره جدا. بس بعيدا عن الشكل، ايه الجديد اللي في البلاي ستيشن 5 برو عشان يخليه ياخد اللقب ده؟ اول حاجه هنتكلم عليها في البي اس 5 برو هي مساحه التخزين الداخليه اللي دلوقتي بقت 2 تيرا بايت، عكس البي اس 5 العادي اللي اول ما نزل كانت حوالي 670 جيجا بايت، او حتى البي اس 5 سليم اللي يمكن حسنوها شويه وخلوها 1 تيرا بايت. بس انت مع 2 تيرا بايت مش هتبقى قلقان وخايف ان انت مساحه التخزين دي ممكن تخلص معاك بسرعه مع احجام الالعاب الرهيبه اللي بقت موجوده دلوقتي. اهم حاجه اتغيرت في البي اس 5 برو هو الجي بي يو او معالج الجرافيكس اللي دلوقتي سرعته زادت بنسبه 45% عن البي اس 5 سليم والعادي، والسرعه زادت من 10.3 تيرا فلوبس ل 16.7 تيرا فلوبس، وده هيخلي قدره البي اس 5 برو على معالجه الجرافيكس اعلى، والصوره هتكون ادق وانقى، وكمان هيكون موجود ادفانسد ري تريسنج. والري تريسنج ده هو عباره عن الانعكاسات اللي بتشوفها في اللعبه، وكل ما الانعكاسات دي زادت كل ما اللعبه او الصوره هتكون واقعيه اكتر. البي اس 5 العادي او السليم فيهم ري تريسنج، بس الفكره ان الاجهزه دي ما بتستحملش تديك صوره جودتها عاليه وعدد فريمات عالي، فكان بيديك الاوبشن انك تختار ما بين حاجتين، يا اما فيداليتي مود، والفيداليتي مود ده بيديك جوده صوره عاليه بس عدد فريمات اقل، او البرفورمانس مود اللي بيديك جوده صوره اقل بس بعدد فريمات اكتر. يعني الفكره كلها لو خدنا مثال مثلا سبايدر مان 2، سبايدر مان 2 لو جيت تلعبها على فيداليتي مود هيديك جوده عاليه جدا وفيها ري تريسنج بس 30 فريم في الثانيه، لكن لو اخترتها على البرفورمانس مود هيديك جوده اقل وما فيهاش ري تريسنج بس هيديك 60 فريم في الثانيه. وطبعا كل ما الفريمات بتزيد كل ما الصوره بتبقى انعم واللعب بيكون احسن، بس طبعا البي اس 5 العادي والسليم ما كانوش بيستحملوا، فعشان كده كانوا بيدوك الاوبشن ده. لكن مع البي اس 5 برو كل ده اتغير مع حاجه جديده اسمها بي اس اس ار. البي اس اس ار دي هي تقنيه ذكاء اصطناعي جديده من سوني، وهي عامه جديده على الجيمنج كونسولز لكن مش جديده في عالم البي سي، وشفناها قبل كده من انفيديا في حاجه اسمها دي ال اس اس، والتقنيات دي بيسموها اب سكيلينج. والفكره كلها ان انت لو البلاي ستيشن 5 برو بيطلع اللعبه بتاعتك، بيشغل اللعبه بريزولوشن 4K نيتف، يعني بيطلعها ب 4K، فده معناه ان هو ممكن يشغلها بريزولوشن اقل، ممكن يشغلها بريزولوشن 2K او اتش دي. فاللي بيحصل ان البي اس 5 برو بياخد النسخه الاقل دي ويعمل لها اب سكيلينج ويعالجها ويحسنها، وده ما بيستهلكش كتير من المعالج نفسه، بيستهلك جزء بسيط من المعالج، والجزء اللي اتبقى من المعالج ده ممكن يديك عدد فريمات اعلى. فده معناه ان انت الالعاب اللي بتتعمل لها تحسين هتلاقي ان انت جوده الصوره عاليه وبيديك عدد فريمات اعلى. فدلوقتي هتلاقي ان الالعاب الجديده اللي بتعمل لها انهانسمنت هتلاقي شغاله ب 60 فريم في الثانيه او اكتر، ممكن توصل ل 120 فريم في الثانيه مع جوده صوره كويسه، وهيكون فيها برضه ري تريسنج، وده هيخلي تجربه اللعب احسن وهيخلي الصوره احسن بكتير. ودي يمكن من الحاجات اللي احنا اول مره نشوفها في البلاي ستيشن عامه، لان الحاجات دي موجوده على طول في البي سي، بس انها ما تكون موجوده في الجيمنج كونسول دي هتخلي تجربه اللعب احسن بكتير. كمان البي اس 5 برو دلوقتي بيقدر يحسن جوده الالعاب القديمه اللي كانت مدعومه للبي اس 4، دلوقتي بيقدر يحسن جوده الصوره وبيعمل لها شاربنج عشان تجربه اللعبه تكون احسن. من الحاجات برضو الجديده في البي اس 5 برو هو انه بيدعم الواي فاي 7، وده معناه انه بيستخدم ترددات وسرعات اعلى، بس ده لو انت عندك راوتر بيدعم النظام ده. كل ده يجيبنا لاهم سؤال، هل البي اس 5 برو يستاهل السعر الخرافي اللي هو نازل بيه $700، مع العلم ان هو ما فيهوش ولا ديسك درايف ولا فيه فيرتيكال ستاند كمان، وكمان البي اس 5 سليم دلوقتي اللي فيه ديسك بحوالي $500.
احنا اول حاجه لازم نفهم هو البي اس 5 برو ده نازل لمين. البي اس 5 برو نازل للناس اللي بتحب تلعب الالعاب من غير ما تضحي باي حاجه، سواء جوده الصوره او عدد الفريمات. عمرك ما هتاخد بالك ما بين الفروقات ما بين البي اس 5 العادي والبرو غير لو حطيتهم جنب بعض. ساعتها هتاخد بالك من الري تريسنج، هتاخد بالك من عدد الفريمات الاكتر او الصوره الادق. بس لو شفت كل واحده لوحدها مش هتاخد بالك من الفروقات. وعشان كده البي اس 5 سليم او البي اس 5 العادي ستيل كويسين، ولو انت عندك حاجه من الاثنين دول مش محتاج انك تعمل ابجريد للبي اس 5 برو. حتى برضه لو انت عندك البي اس 4 او البي اس 4 برو يبقى الخيار الاحسن ليك هو البي اس 5 السليم، لان انت البي اس 5 برو جهاز قوي جدا بس غالي. يعني على سعره انت ممكن تجيب البي اس 5 السليم هيبقى فيه ديسك درايف وتقدر تشتري ستورج كمان زياده وتزودها بسعر اقل من البي اس 5 البرو. جهاز قوي بس للاسف سعره عالي. ودي كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن البي اس 5 برو، ويا رب اكون قدرت افيدكم واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.